السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم نقدم لكم جوج انواع صابلي ديامون ساهلين بلا تماره، تيخرجوا كميه كبيره. اذا النوع الاول ديال صابلي ديامون بنكهه الحامض، والنوع الثاني غادي يكون بالنكهه ديال الشكلاط. اذا غادي نبداو بالنكهه ديال الشكلاط، اذا غادي يكون عندي 75 غرام ديال الزبده، 33 غرام سنيده، و91 غرام ديال الطحين، و15 غرام الكاكاو الاسود، وقبيصه الملح. والنوع الثاني غادي يكون فيه 75 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 33 غرام سنيده، 106 غرام طحين فورس ابيض، وقبيصه الملح، وقشور الحامضه واحده. نبداو بالنوع الاول ديال الحامض. اذا الطريقه هي كنخلطوا الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ مع سنيده، كنخدموهم مزيان. انا هنا كنخدموا معلقه ديال الخشب، كنخدموا مزيان بيدي، ولكن ما نخدموهمش بزاف، غير تنحسوا بداك السكر اندمج مع الزبده، غير يتجانسوا. من بعد كنضيفوا قبيصه ديال الملح وقشور حامضه. نعاودو نحركو وكنضيفوا الطحين ديالنا، كنجمعوا العجينه، ما كندلكوهاش، فقط كنجمعوا العجينه. بحكم ان الزبده غتكون دايبه يعني بحراره المطبخ، ودابا كاين شويه الجو سخون، فاضطريت انني نديرها في ورق الطبخ وندخلها للثلاجه باش تشد لي راسها، ما تعذبنيش ملي نكون غادي نقطعها ونفندها في السكر. والنوع الثاني ديال الصابلي ديامون بنكهه الشكلاط، كنحتاجو فيه قلنا 75 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، كندمجها وكنخلطها مع 33 غرام ديال السكر، نفس الخدمه ديال الصابلي ديامون الاول، كنخدمو مزيان مع القاع حتى كيتجانس، وكنضيفو دوك قبيصات الملح وكنضيفو الطحين والكاكاو ديالنا مغربلين. صافي كنجمعوا العجينه ديالنا بنفس الطريقه الاولى، نفس طريقه الخدمه. كنجمعوا العجينه ديالنا بابي ورق الطبخ، وكندخلوه للثلاجه باش تشد راسها مزيان.
من بعد ما كنحسبوا واحد 4 ساعات، بالنسبه 4 ساعات ولا 3 ساعات كتكون نيت العجينه ارتاحت وشدت راسها في الثلاجه. كنجبدوها من الثلاجه. هنا كنبداو بالشكل الاول ديال من نكهه الحامض. كنجبدو من الثلاجه، كنقسموا العجينه ديالنا وكان نديرو عباره عن اصابع. كنحربلوها وكنديرو عباره عن اصابع، وكل واحد كنفندوه في سنيده. يعني كناخدو كميه سنيده كثيره، غنديرها في البلاطو صافي. كنشدو ديك العجينه ديالنا كنفندوها في سنيده مزيان. انا هنا كانوا كيجوني شويه طوال، كنت كنقص منهم الموس. من بعد كل اسبوع كنشدوه كنقسموه الى قطع صغيره بالحجم اللي بغينا حنايا. لاحظوا معي الحجم اللي استعملت انايا، وكل قطعه كنضغط عليها بالاصبع ديالي. كيف كتلاحظوا كل قطعه كنضغط عليها بالاصبع ديالي من الوسط. وكنبقى نستمر هكاك حتى كنكمل الاصابع كلهم اللي عندي وكنستفهم في الطاوه. منين كنساليو الصابلي ديالهم بنكهه الحامض كنمروا الى نكهه الشوكولاط او الكاكاو. كنستعمل نفس الطريقه، كنقسم العجينه ديالي وكنكون اصابع بالحجم اللي بغيت. انا هنايا فضلت يكونوا صغارين، وكاين اللي كيكون صغر من هكا، كاين كيفضل يديرهم صغر من هكا، وكاين اللي كبر عاوتاني في الحجم. وكنفندوهم في سنيده، كنتبع نفس المراحل نفس كلشي. كنفندوهم في سنيده، من بعد ما كنفندوهم مزيان في سنيده كنشد كل اسبوع كنقطعو قطع صغيره، وكل قطعه كنضغط عليها بالاصبع ديالي من الوسط.
من بعد ما كيساليو لي صابلي بجوج وكنكونوا استفناهم في الطاوه ديالنا، كندخلوهم الفران فقط مشعول في الاسفل درجه الحراره 160. كنراقبوا الفران، ما كنغفلوش عليه ملي كيبان لنا بانه شد راسو وتحمر شي شويه. حنا كيكون عندنا كنراقبوا الصابلي اللي اللون ديالو ابيض، لانه اللي بالشوكولات ما غاديش يعطينا يعني الرؤيه الصحيحه، لان اللون ديالو اسود. دونك غادي نراقبوا ديال الحامض. ملي غنشوفوا فعلا شد راسو من تحت تحمر، نقدروا نشعلوا ليه الفوق ونكونوا مراقبينه، يعني جالسين حدا الفران باش كيجينا اللون الذهبي بحال هادشي، وكيكون هشيش الصابلي، ما تيكونش قاصح، تيكون هشيش. وهذا هو الصابلي ديالنا، كيجي زوين وبنين رائع. دوز اتاي. كنتمنى تعجبكم الوصفه، وخيط لكم الراحه والهنا.